يا هلا ويا مسهلا بالجميع في نظرة تحليلية مباراة الاتحاد والهلال التي ستقام الأحد إن شاء الله في كلاسيكو جميل جدا ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. المباراة مهمة جدا بالنسبة للاتحاد ومهمة جدا بالنسبة للهلال. الهلال الذي ربما ابتعد كثيرا عن الدوري يحاول أن يخطف هذه البطولة. الاتحاد يحاول من خلال منافسته على الدوري أيضا المنافسة على الفوز بكأس الملك. المباراة بشكل عام لا يمكن التوقع لها رغم السيطرة الهلالية خلال الفترة الأخيرة على لقاءات الفريقين. المدرب الاتحادي نونو سانتو يستطيع أو باستطاعته إيقاف الهلال وفق شروط معينة. أولا إيقاف ميشيل وهو مصدر الخطورة الكبيرة بالنسبة للهلال، لاعب متحرك باستطاعته صناعة الأهداف اللي قالوا في الهجوم. يساعد على ذلك محدودية خبرة زكريا هوساوي الذي ربما يعمد نونو سانتو إلى قفل هذه المنطقة بإشراك البيشي مع هوساوي لمنع تقدم ميشيل أو إقفاله من خلال أحمد حجازي بالميل إلى الجهة اليسرى ومع إغلاق المناطق الأمامية، خاصة أن ميشيل يتحرك في الجهة اليمنى بالنسبة للهلال اليسرى بالنسبة للاتحاد، وهذه مصدر خطورة كبيرة جدا على الاتحاد. في المقابل الهلال باستطاعته عمل الكثير بالنسبة للاتحاد. الاتحاد ربما يعتمد على الكرات المرتدة من خلال انطلاقات رومارينهو وتواجد حمد الله باستمرار في إزعاج دفاع الهلال الذي يتأثر كثيرا بغياب البليهي في هذه المباراة، وعامل مهم جدا في خلخلة الفريق، لا سيما أن خليفة الدوسري ممكن لا يجاري أو لا يصل إلى مستوى البليهي في الحقيقة في العديد من الأمور، منها نفسية منها بدنية وإلى آخره. الهلال برضو عنده لعيبة معينين مثل مان فرج، سام الدوسري الذي ممكن أن يلعب به الفريق المدرب دياز في الشوط الثاني. المباراة بشكل متوازنة جدا في هذه اللحظة، لكن هناك تفوق هلالي واضح إذا ما ظهر بنفس المستوى اللي ظهر عليه في مباراة النصر والاتحاد. فأعتقد أن نونو سانتو سيعتمد على الطريقة الدفاعية المثلى، وهي ممكن تكون طوق النجاح بالنسبة له في هذه المباراة مع الاعتماد على الهجمات